السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشاو توتي، أخباركم عاملين إيه؟ أتمنى تكونوا دايما بخير. فيديو جديد النهاردة. معلش لو بنتأخر عليكم في الفيديوهات، بس دايما بنحاول نشوف انتوا في كل فترة بتكونوا محتاجين ايه أو ايه اللي نشتغل عليه دلوقتي. وبنقدم لكم دايما في أفكار كتيرة برضه شغالين عليها، وإن شاء الله تظهر لكم في أقرب وقت. الموضوع بتاع النهاردة اللي حابين نتكلم عنه وهو إمبريامو أليجينسيا. في الحقيقة لاحظنا إن الموضوع ده يعني عامل إزعاج لناس كتير. اللي هو بالمناسبة برضه بيدخل معانا في بس ألجرا ما anche a parlare no. فناس كتير بتكون مستواها كويس قوي، بس يجي في كلمة كده يطلع صوت مش كويس. يلاقي بدل حرف ده مكان ده. في قاعدة نطق هنا المفروض كان دي اتعمل، ما عملهاش. فده بيسبب إزعاج لبعض الناس، وده بيسبب كمان إن بيخلّينا نحس إن إحنا مش عارفين نتكلّم كويس، مع إن إحنا بنتكلّم كويس، بس الحاجات البسيطة دي نقدر نقول إن هي بتأثّر للأسف بشكل سلبي، أو بتدّي انطباع يعني إيه، مش حلو أوي يعني. فحابين إن إحنا نتكلّم عن الموضوع ده، حابين إن إحنا نقدر نقول عليها إن هي مراجعة سريعة، نقدر نقول عليها إن إحنا بنفكّر مع بعض في الحاجات اللي إحنا خدناها قبل كده، ونرجع نسترجع ذكرياتنا تانية، أو لو إحنا أول مرّة بنشوفها فهيكون استفادة برضه كويسة لينا. حابين تركيزنا أكتر النهارده على الevocali، الأصوات المتحركة. الأصوات المتحركة في الحقيقة لها دور مهم جدًا في الإيطالي، مش بس لأنها يعني 5 حروف كاملين من الألفابيتو، ولكن لأنها كمان شغالة معانا في الجمع والمفرد. كل الكلمات الإيطالية بتنتهي بحروف متحركة، فلأ، لازم آخد بالي كويس، لأن ده هيفرق كتير جدًا في القراءة بتاعتي وفي الكلام بتاعي. إيه هُم ال5 حروف بتوعنا؟ هُم الأ والآ والإي والأ والأو. اعذروني لو الشرح مش هيكون يعني موسّع، لإن إحنا زي ما أنتم عارفين الكورس بيغطي بقى الحاجات دي كلّها، فتقدروا تشتركوا أو تقدروا يعني من خلال الmaterial أو الكتب تعرفوا القاعدة بالكامل. بس إحنا هنا إيه، هنراجع كده الحاجات الأساسية زي ما نقدر نسميها كده يعني. لو بصينا بقى على اليمين هنا، هنلاقي عندنا إيه، هنلاقي عندنا أو على الشمال معلش، هنلاقي عندنا مثلث شكله لطيف أوي، عليه شوية حروف كده شكلهم غريب شوية. لو بصينا عليهم كده عندنا على رأس المثلث الأ، أ، الأ هي الفتحة، هي أكتر حرف بيكون مفتوح معانا أ. عكسها إي، إي، أ، إي. ما بينهم في النُص عندنا حرف لطيف كده اسمه A، A، A. يبقى عندنا A، A، I، A، E، I. ago، elefante، Italia، Italia. قصادهم في أ، أ، وأو، أو، أو. otto، otto، uva، uva، uva. التفريق ما بين الأصوات دي مهم جدًا. زي ما اتفقنا مش هنكرر كتير، فأنتم عيدوا الفيديو أو عيدوا الجزئية اللي أنتم حابين تسمعوها أكتر من مرة. بعد كده معانا نشوف كده سوا الحاجات بقى الأساسية، قواعد النطق. الحاجة اللي كلنا بنكرهها دي في البدايات وبتكون مملة جدًا. ليه مملة؟ لأنها محتاجة تطبيق، لازم نطبّق عليها. أنا مش ساحر أشوف الحاجة أتعلّمها، لازم أطبّق عليها. أنا عارف إن التشي بعدها إي تتنطق تشي، بس باشوفها أول ما أنطق أروح طالعة منّي كي. ليه؟ لإن هنا بقى تختلف، هنا محتاجين نطبّق، هنا محتاج لساني نَفْسه يتعوّد على الحاجة، مش العقل، صح؟ فخلّينا نشوفهم كده سريعًا برضه. عندنا التشي والجي باختصار، لو جه بعدهم إي أو إيه هننطق تشي أو ج، تش، ج، إي، إيه. طَب أي حرف تاني غير الحرفين دول اللي هم يعني الإي أو الإيه جُم بعدهم يعني، هننطق ك وج، ك وج، ك،
كي وجي، كي وجي. لو ما بعدهمش الاي او الاي، بس احنا دلوقتي عندنا اي او اي، فانطق تشي او تشي، دي او جي. cena, cina, giornale، gelato، gelato. اي حرف تاني بقى بعدهم هيطلع عندنا زي كان، كان، جنة، جنة. طيب هنا بيقول لي لو لقيت حرف اس قبل تشي، ايه اللي يحصل؟ او بيقول لي خلي بالك احنا هنعمل حاجه بسيطه جدا، هنشيل. احنا بنقول تشي، تش، تشاو. لا هنقول ش، شينا، شينا. ممتاز. طيب إيه باقي معانا الجي ال والجي ان. إيه هنا باختصار الحرفين دول، إيه يعني كأني بشيل الجي دي خالص، كده كده بالنسبة لي مش موجودة، وبحط بعدهم اي. فبقول فيليو، فيليو، فاميليا، فاميليا، لينيو، نيوكي. زي انتوا عارفين كده سينيوريتا بالاسباني نيه، سينيه، نيه، لانيو. ممتاز. ندخل بعد كده على حرف او اللترة بتاعتنا بقى اس. اللترة اس، لو في اول الكلام بنطقها اس، صح؟ زي سونو، صح؟ طيب لو في نص الكلام ودوبيا، يعني دوبيا اس، حرفين اس، زي دي مثلا، فهنطقها ايه؟ هنطقها اس برضو، زي اساسينو، اساسينو، صح؟ طيب لو حرف واحد بس ما بين حرفين متحركين، هنا بقى هعكس، هقول زي ديزي، ديزerto، ديزerto. طيب احنا قلنا في الاول الكلام بنطق اس، طب هل في كلمات ممكن انطق فيها از او ز؟ في 5 حروف ساكنين كده، لو شفناهم بعد الاس في البداية بنطق ز. زي ايه؟ زي زفاليا، زفاليو، زفاجو، يبقى الفو. زي الام زي زماترا، زي الان زي زنيلو، زي الجي زي سجاربو. زي كمان الحرف الخامس بتاعنا مش مكتوب البي، زي زباديليو، زباديليو. تي فال5 حروف دول بعد الاس لو هي في اول الكلام يخلونا ننطقها زي. طيب لو رحنا بقى للحرف اساسا بقى اللي هو اللي زيتا، زي. ما بقولش زيتا، لا بقول زيتا. عندنا تزيو، تزايو. اول الكلام في نص الكلام لو هي دوبيا اس، doppia Z scusatemi. بقول ايه؟ بقول ragazzo، تس، ragazzo، بيتزا، بيتزا، ragazzo، بيتزا. طيب لو هي ممكن نقول كده حرف واحد بس، هنا في الحقيقة في اختلافات كتير هنقابلها، شواذ كتير يعني للقاعدة دي، بس بنراها زي فاكانسا، فاكانسا. طبعا عارفين الأك مش بتنطق، مش محتاجين نقولها. عارفين كمان ان القاعدة اللي اتكلمنا عنها فوق، ادي اللي تيجي بعدها اي حرف تاني هنطق ايه؟ كيزا. ممتاز. جه دلوقتي دور الشغل بقى، انا اجيب القواعد دي احطها قدامي، وابدا اجيب نص وابدا اقرا بقى واطبق عليه الكلام اللي احنا بنقوله ده. فهنا عندنا النص اللي هنطبق عليه هي اول كلمة تشاو. ضربنا عرض الحائط بكل ما سبق ذكره بقى من قواعد. هنا ما قلناش تشياو، ليه ما قلناش تشياو؟ ما هي تشي وبعدها اي، قلنا تشي يبقى تشياو. هنا ثبت بقى معايا ان لو في حرف متحرك بعد التشي او الجي، زي الا والاو والاو، يعني هننطق بقى على طول ايه من غير الاي. يبقى الايه هنا دورها بس ان هي هتخلينا اقول تش، تش، ج، ج، مش اكتر، مش اكتر من كده. يبقى تشاو، تشاو. مي chiamo جاكومو. واضحة، ما قلناش جياكومو، لا جاكومو. ايه هو 26 عني، مش اني، ناخد بالنا، لا هي دوبيا ان، يبقى دي حقها. عادة الحروف اللي هي الكونسونانتي المضاعفة دي بنقول عليها ايه؟ اما بنسترس اكتر، بنضغط عليها اكتر، بنتك عليها اكتر،
أو بنطول في النطق بتاعها شوية، يعني allungare un po' la pronuncia. نقول anni. Sono italiano, vengo da Cina, un piccolo paese. بايه، شفنا بقى الآ والإيه، بيدينا آيه. آيه A e gli patina AE, paese, vicino a Genova, ma adesso doppia S يبقى S. adesso vivo a Cesena. اس ما بين حرفين متحركين يبقى Z. lavoro V، مش F، مش لافورو عشان في ناس بتقول F ناخد بالنا، لا V. لافو lavoro come ش، اس وتي دينا ش ne doppia D دينا ج زي فورماجو أو شهر مايو ماجو. شينج. محدش هيقول لي بقى شينيجيا، لا احنا خلاص قلنا ان الاي هنا دورها بس ان انا اقول ج شينيجياتوري. اي ogni giorno، هنا الجي ان التهنية. ogni giorno scrivo scenette divertenti، نفس القاعدة. per una compagnia di teatro. compagnia شفنا جي ان فهنية. la mia famiglia جي ال اي فتبقى لي famiglia è molto grande. مش جراندا ولا جراندي، لا جراندي. او una مش un او ona، لا una gemella si chiama Giorgia، مش جورجيا، مش جورجيا، جورجيا. ed è più energica di me، مش مي، ما. i miei EA تعويذة دي. EA EA دي بنعملها ازاي؟ بنعملها طريقة سهلة جدا، اوريها لكم دلوقتي. يعني لو جبنا كده بين، احنا عارفين ان الاي بينزل كده صح؟ اي اي، والاي هي نصها، نص المسافة، يبقى ايه ايه، والاي هننزل تاني يبقى ايه ايه. مياي ياي 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 إمياي إمياي. أعتقد كده خلاص مفيهاش أي مشكلة. I miei genitori lavorano in una gelateria e fanno un gelato davvero speciale. Abbiamo anche un cane, si chiama Ciccio, e gli piace mangiare zucchine e gomme. Lo so, è strano. هنا شفنا في آخر جزء ده كذا حاجة. شفنا الأكا أو التشي بعدها أكا، فخلاص بقينا بنقولها على طول كي. شفنا مثلا هنا ما نطقناش الإي لأن زي ما اتفقنا خلاص القاعدة اللي قبل كده. شفنا كمان الجي هنا ما نطقناش الإي. شفنا الأكا فصلت لنا فما قلناش تشي، وهكذا. ندخل على اللي بعد كده، الصورة التانية من القراءة. بيقول nel tempo libero mi piace viaggiare. خلاص القاعدة بقى اللي اتكلمنا عنها مش هنعيدها تاني. l'anno scorso sono stato a Chioggia, a Gomma, in Sicilia, e ho visitato una chiesa molto antica chiamata Chiesa di San Michele. Ho anche, scusatemi, ho anche fatto un corso di lingua a Bologna, dove ho conosciuto un ragazzo spagnolo molto gentile e una ragazza francese davvero assassina con lo studio. Studia tantissimo. Cioè, cioè, cioè. Mi piace ascoltare la musica, leggere libri di legno e guardare film pieni di azioni. e Z في نص الكلام يبقى تحتها اس. La mia parola preferita. هنا بقى المشكلة اللي بتحصل ان احنا بنحاول احنا نركز على السرعة اكتر وبنلخبط الكلمة، فنلاقي فتطلع مننا برفيريتا برفيريتا، تطلع حاجات كده غريبة. فلا، هي بريفيريتا. In italiano è vacanza perché mi ricorda sempre il mare.
Adesso sto imparando una nuova lingua e spero di smettere presto di fare errori. هنا اتكلمنا عن بعض القواعد وشفناها في النص بتاعنا. المطلوب مننا بقى إن احنا نقرأ نفس النص ده ونطبق عليه القواعد دي، نتكلم بالقواعد دي وناخد بالنا من الحروف والكلمات اللي احنا بننطقها، نسجل لنفسنا واحنا بننطق وبنقرأ ونرجع نشوف القاعدة احنا عملناها صح ولا لأ. وزي ما انتم عارفين تقدروا تبعتوا لنا على الجروب بتاعنا اللي هو اتبيدع فيدباك، طبعا توتو جراتيس، يعني مجاني تماما، بنتابع عليه مع بعض، وتقدروا تصححوا الأخطاء بتاعتكم وتقدروا تتعلموا تنطقوا صح وتتكلموا صح. أتمنى الجزء البسيط اللي احنا عملناه ده يفكركم ويخليكم ترجعوا تقرأوا وتعرفوا أكتر عن قواعد النطق، لأنها مهمة جدا جدا جدا. هتفرق كتير معاكم. اهتموا بيها. وفي النهاية يعني حابب أقول لكم جراتسيا إنكم وصلتوا معانا لنهاية الفيديو وكملتوا للآخر. أنتم متفوقين وشاطرين وممتازين، سواء أول مرة أو أنتم مستواكم كويس، سواء عارفين الحاجات دي وبتراجعوا عليهم، أو كنتوا في حاجات منها ناسيينها، أو فتحت لكم باب إنكم ترجعوا وتشوفوا حاجات تانية. في حاجات زي ما اتفقنا إن إحنا ما اتكلمناش عنها لأسباب، منها اللي نقدر نقول ما نقدرش إن إحنا نطوّل الفيديو أكتر من كده عشان ما تزهقوش، إذا كنتم ما زهقتوش، أو آمم إن التفاصيل كتير والقواعد كتير، فدول الحاجات الأساسية اللي دايمًا الناس بتغلط فيهم. هي زي ما شُفنا مع بعض، بدايةً من الفوكالي دي أهم حاجة ركّزوا عليها، وبعد كده قواعد النطق طبّقوها واستخدموها واتكلموا بيها واقرأوا بيها وابعتوا لنا نصحّح لكم، وانتظرونا في فيديوهات تانية إن شاء الله. Arrivederci ومع السلامة.